ازاي تقدم على شغلانه في الكونتنت كريشن؟ تعمل ايه في البورتفوليو بتاعك عشان تتقبل في شركات تقيله؟ بس عشان نبقى متفقين، ما تكملش لو بتدور على اختصارات او هاكس او تريكات تعديك الانترفيو. انت هنا هتلاقي حاجه تانية خالص. انا هنا هنقلك الصوره الحقيقيه اللي بتحصل ورا الكواليس وانت بتقدم في اي شغلانه، وهقول لك ازاي تفرق نفسك عن 99% من اللي مقدمين على نفس الوظيفه، والنسبه دي ممكن تقل طبعا بعد الفيديو ده. المهم لو مشيت على الخطوات اللي هقولها لك بالظبط، هنقدم لك هديه ماديه هتفرق معاك جدا. خطوه رقم 0، عايزك تعتبر البورتفوليو بتاعك مات زي السي في بالظبط، تحصيل حاصل، مع العلم انك لو نفذت اللي هقوله لك دلوقتي مش هتبقى محتاجه من الاساس. طب ليه؟ ده المفروض تعبي كل السنين اللي فاتت. الحقيقه لا، 90% من الكونتنت كريتورز في مصر والوطن العربي محطوطين في ظروف غير ادميه، مستحيل تخرج منهم كونتنت ماركتنج بجد. من اول محاسبتهم بعدد البوستس اللي بيطلعوها في اليوم، مرورا برمي وظائف تانية كامله على ظهرهم زي الميديا باينج، وانتهاء بحصرهم في دايره الموارد المحدوده اللي بتخلي الواحد فينا ما قداموش اي فرصه غير انه يطلع سطرين كابشن على ديزاين للزوز ويبقى خلصنا شغل. لا، ما خلصناش، لسه الكلاينت عنده تعديلات، وده بدوره هينعكس على البورتفوليو بتاعك اللي هيبقى علامه واضحه قوي ان مفيش امل. مع حد مزنوق الزنقه الصعبه دي هيبقى في امل ان شغله يبقى مشجع ويفتح النفس؟ اكيد لا، وانا وانت متفقين على ده. طب هتبعت البورتفوليو برضو؟ اكيد ما انا ما حلتيش غيره. فنوصل في الاخر ان كل وظيفه مبعوت عليها مئات البورتفوليوز اللي على كونتنتلي، وعايز اقول لك ان 99% منهم بتبقى للاسف نسخ كربون مع تغيير الاسماء والبراندات، وبالتالي يبقى زيك زي كل الناس، فتبقى مش متشاف فما يتمش اختيار. وعلى فكره اكتر وظيفه الناس بتقدم عليها عندنا هي الكونتنت كريشن، وكم البورتفوليوز اللي بتتبعت لنا على كونتنتلي تاريخي يا فندم. فانا بقول لك ده بعد ما عانينا منه كتير. طب لو مش هتعمل كده هتعمل ايه؟ ودي الخطوه رقم 1، هتوفر وقت التقديم وبعت السي في لعشرات الشركات، وهتروح تختار 3 شركات انت فعلا نفسك تشتغل فيهم. وبعدها نروح للخطوه رقم 2، هتسهر على ال3 شركات دول طول الليل، تفصصهم وتدرسهم وتدور على الثغرات اللي عندهم في الكونتنت وعن اللي ناقص وعن اللي لو اتعمل هيبقى مبهر بالنسبه لهم. وهوب الخطوه رقم 3، تاخد بعضك وتاخد يوم اجازه من الشغل وتقفل اوضتك عليك وما تخرجش غير وانت معاك بيس اوف كونتنت في الجول لكل شركه من ال3. نفذ البرودكشن بتاعهم وخليه جاهز على الببلش. يعني لو الكونتنت بتاعك محتاج ديزاينز، دور على حد من صحابك يخدمك، ولو اوديو كونتنت استلف مايك محترم من اي حد وسجله، ما تقدموش مكتوب، ولو فيديو حاول تطلع نسخه بايلوت بالموبايل بتاعك. المهم انك تعمل لكل شركه فيهم كونتنت جاهز للاستخدام، متسق مع الماركتنج دايركشن اللي هم ماشيين فيه او بيصححوا، ومغري كفايه لدرجه انه ما يترفضش. طب عايز تعلي كمان؟ ثبت موبايل اي حد عندك في البيت وصور نفسك وانت بتنتج الكونتنت ده، ووريهم انت عملت مجهود وصرفت وقت قد ايه، فتبقى عملت لهم كونتنت عنك وانت بتنتج كونتنت ليهم. وهات الكونتنت ده بقى واكتب عليه التكست كونتنت اللي يديله وضعه ويماركته، فتبقى في الاخر واقف في وسط كل الناس لكن عامل حاجه غير كل الناس، وبالتالي هتبقى محتاج تبيع لي ده من بره. وعلى قد الكوبي اللي هتكون كاتبها في الفورم او الميل اللي هتقدم بيه ما هتكون قويه، على قد ما هتاخد اتنشن، وما بعد ذلك هيبقى تاريخ ان شاء الله. وهنا ممكن تبعت البورتفوليو برده مش هيخسر. الفكره باختصار انك لو كرييتور بجد، حرام عليك ما تستخدمش ملكه الكرييشن بانك تاخد وضعك وتوصل للي انت عايزه. ده اللي عليك. اللي علينا بقى هو ان اللي هيمشي على الخطوات اللي فوق دي هنقدم له 1 تو 1 كوتشنج بقيمه 1400 جنيه مجانا، هنراجع فيها على الكونتنت اللي هو عمله لل3 شركات، وهنساعده انه يطوره، وبالتالي فرصه انه يوصل للبوزيشن اللي هو عايزه هتزيد. بس لازم الشركه اللي انت هتعمل لها ده تكون طالبه توظف كونتنت كرييتور. بالمناسبه احنا ممكن نكون واحده من ال3 شركات اللي هتقدم لها، وهسيب لك تفاصيل الهايرنج بتاعنا في اول كومنت.